عندما يتعرض شخص ما للأسف لنوبة قلبية، من المثالي أن يكون هناك وقاية حتى لا يصل إلى هذه المرحلة، ولكن إذا كانت قد تعرضت بالفعل يرجى التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء تخطيط قلب وصدا للقلب. وإذا تم العلاج خلال الساعة الأولى يمكن منع تلف القلب بشكل كامل، وذلك لأن بمجرد أن يتوقف تدفق الدم كلما طال الوقت الذي يبقى فيه القلب بدون تروية يتعرض عضلة القلب أو ما يسمى بالميوكارد للتلف. إذا تمكنت من الذهاب خلال الساعة الأولى إلى طبيب أو مستشفى قريب وفك الأوعية الدموية بأي وسيلة سواء عن طريق الأدوية أو إجراء قسطرة أولية يمكن إنقاذ عضلة القلب. ولهذا السبب نطلق على هذه الساعة الأولى اسم الساعة الذهبية. وإذا ذهبت خلال الساعة الأولى فمن المحتمل أن معظم الضرر الذي قد يصيب القلب يمكن منعه. ومن ناحية أخرى، إذا اعتقدت أنه مجرد غازات وأهملت نفسك ولم تذهب إلى المستشفى في الوقت المناسب، فكلما تأخرت أكثر يزداد الضرر الذي يصيب القلب. وإذا ذهبت بعد 6 إلى 12 ساعة مهما فعلت، فإن عضلة القلب ستتضرر ولن تعود إلى حالتها الطبيعية. ولهذا السبب يجب أن نكون دائما على وعي بالإسعافات الأولية مثل تناول أدوية مثل الأسبرين أو الكلوبيدوغريل أو التيكاغريلور في الوقت الحالي إلى جانب الستاتين. اذهب لأقرب مكان، وإذا كان هناك مكان كمستشفى أبولو حيث تتوفر خدمات القسطرة الأولية BCA، ندخل للقسطرة ونزيل الجلطة ونعيد تدفق الدم في الأوعية الدموية ونمنع ضرر القلب. وإذا لم تتوفر هذه الخدمة فإن دواء تينكتبلاز هو خيار آخر يمكن إعطاؤه حتى في أي عيادة صغيرة ويعطى بأمان عن طريق الحقن الوريدي. يمكن لهذا الدواء أن يفتح الأوعية الدموية للقلب بنسبة 80% وما زال بإمكانه منع حدوث ضرر للقلب. لذا يرجى أن تكونوا على دراية بمفهوم الساعة الذهبية، وعندما تشعرون بألم في الصدر لا تؤخروا الذهاب طويلا. اذهبوا إلى أقرب مستشفى وحاولوا تلقي العلاج خلال ساعة واحدة حتى تمنعوا حدوث ضرر طويل الأمد للقلب. إذا اتبعتم هذا فغالبا يمكنكم أن تعيشوا حياة طبيعية إذا لم يتضرر القلب حتى بعد الإصابة بنوبة قلبية. لذلك الوعي بمفهوم الساعة الذهبية هو الأهم على الإطلاق.